السلام عليكم. حسام عاشور رسميا يا جماعة زملكاوي لمدة 5 مواسم. حسام عاشور في نادي الزمالك رسميا لحد موسم 2029-2030. طبعا صدمة ومفاجأة صحيح. القصة والحوار في البداية. أهلا بكم في قناة تحليلاتكم. شرفونا بالاشتراك في القناة، فعلوا إشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كلنا سمعنا النهاردة خبر صادم ومفاجأة طبعا للجميع. حسام عاشور في نادي الزمالك. حسام عاشور زملكاوي لمدة 5 مواسم لحد موسم 2029-2030. طبعا طلع بدر حامد رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك وأكد رسميا تمديد عقد اللاعب. طبعا لاعب قطاع الناشئين حسام عاشور التقي طبعا من مواليد 2007 لمدة يعني عنده دلوقتي 18 سنة لمدة 5 مواسم تنتهي طبعا 2029-2030. اللاعب ده يا جماعة يعد من اللعيبة البارزة في قطاع الناشئين. أنا بيلعب في مركز وسط الملعب، ورئيس قطاع الناشئين اللي هو بدر حامد تواصل مع إدارة نادي الزمالك والمدير الفني طبعا، واكدوا ان هم محتاجين اللاعب ده في المستقبل، مما جعله طبعا يوقع لمده 5 مواسم مع نادي الزمالك. ومن جانبه طبعا ايضا اللاعب رحب جدا بتمديد تعاقده مع نادي الزمالك، وشكر في رئيس قطاع الناشئين بدر حامد. طبعا هو اللي صعدك وهو اللي خلاك توقع، دي خطوه كبيره جدا في مستقبلك الكروي. يعني انا اتمنى ان اللاعب ده يكون فعلا يستحق يعني الاخبار اللي هي انتشرت عنه في الفتره الاخيره، تمديد حسام عاشور، تجديد حسام عاشور لمدة 5 مواسم. الظاهر كده ان هو فعلا يعني لاعب من طراز مبشر يعني في نادي الزمالك في الفترة اللي جاية. عامة موقع في الجول كاتب لك ان هو من مواليد 1/1/2005، يعني دلوقتي عنده 20 سنة، لكن الاخبار الثانية منتشرة ان هو من مواليد 2007، يعني دلوقتي ما زال عنده 18 سنة. ايا كان 18 ولا 20 يبقى اللاعب لسه صغير وهيفيد نادي الزمالك. انا اتوقع ان بعد نهايه المده طبعا 5 سنين دي، يعني لحد سنه مثلا 2030 برضو اللاعب هيكون لسه صغير، لا اما هيكون عنده 23 سنه لا اما 25 سنه، فبالتالي الزمالك برضو يقدر يجدد له تاني لما يوصل مثلا 23 سنه علشان يستفيد منه لو هو فعلا لاعب يستحق. في ناس بتقول لك يعني زي طارق حامد، وفي ناس تقول لك مثلا زي حسني عبد رب، وخلينا نشوف. لكن اللاعب ممكن يكون مبشر فعلا وممكن تكون صفقة مهمة. هو بس الملفت في الخبر ان هو اسمه حسام عاشور، فالواحد لما يشوف كده الاخبار حسام عاشور في نادي الزمالك او حسام عاشور وقع لنادي الزمالك 5 سنين، انا عن نفسي شدين الخبر. في النهاية يا جماعة ما تنسوش في الاشتراك في القناة، فعلوا اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم. سلام عليكم.